راهم محجوزين عند الجماهير. يعني هما اليوم كي بريزونتاو بهذيك ما بريزونتاو ماي واحد، بريزونتاو واحد بصح بلا بريزونتاو واحد نعم. لي مايو راهم محجوزين في الجماهير. كيفاش حبيت دير انت؟ يعني تحب تفرض عليا قوانين ديالك، انا كنت تجي معك هذيك الاخرى واسمها الزطله ودخلها. هذا ممنوع، ما نجمش تدخلوا. كيفاش تحب ممنوع؟ حاجه ممنوعه ما تدخلوش. هذا ما كان. ما ديرش ثقه في ناس هذا مثال ولا عمل ولا واحد يستطيع يستثنى في الجزائر. هو حد دخل هذا بلد السياده تاعو واحد ما منعهم من الدخول. هو حد يشرب عليكم بلباس هذا تفضل انت كاف، ولكن هذه عمليه ابتزازيه ونرفضها. هذا بلد عنده سياده تمام، بس خلاص لازم يحترموها ومحدش داخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام. كما كتعرفون إذا قربالة بين الفريق البركاني وفريق الاتحاد الجزائري. المباراة اللي كانت غتلعب اليوم الأحد لم تجرى مباراة التي كانت مقررة بين الفريق اتحاد العاصمة الجزائرية ونهضة بركان المغربي يوم الأمس الأحد، بعد رفض فريق ضيف دخول أرضية ميدان ملاعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية الموجهة المضيفة الحامل لقب ضمن المرحلة الذهاب الدوري النصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي. كما كتعرفوا الاخوان نايضة قربالة ديال بصح الاتحاد الجزائري دخل المباراة، دار عملية الإحماء. يعني ما فريق البركاني ما دخلش المباراة نهائيا، لأنه حيدوا لي من القميص ديالهم اللي هو فيه الشعار ديال الخريطة ديال الصحراء. وفي كاين المشكل الا كانت الخريطة ديال الصحراء ولا الشعار ديال المغرب ولا شيء من هذا القبيل، في كاين المشكل. ما عرفتش انا الجزائر في بغات توصل. دائما كيديروا شي مناوشة باش اي مباراه ديال المغرب ما تلعبش، لانه دائما هما تابعين للقجع. كنا في كاس العالم القجع شرى الحكام، مشينا لكاس افريقيا القجع دار الحكام، تقصينا من كاس افريقيا. مشكله كما درنا حنا مع الجزائريون. الصراحه ما عرفناش الجزائر المشكل ديالها في بغا توصل. كما كتعرفوا وحضور الفريق المغربي إلى مباراة وقدم كشف رسمي إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي، لكن لاعبوه لن يخرجوا إلى أرضية الملاعب لخوض اللقاء وسط الجماهير بأكثر من 40,000 متفرج، فيما دخول لاعب فريق جزائري وحدهم دون طاقم حكم. وبعد مرور عدة دقائق أجرى فريق جزائري تدريبيا، فيما غادر ناظره المغربي الملاعب نهائيا بعد نحو نصف ساعة من الموعد المباراة. يعني فريق نهضة بركان بعد نحو نصف ساعة غادر المباراة، يعني أخرج ومشى المطار باش رجع يعني الارض الوطن. كما كتعرفوا بصراحه نهضة بركان ما عندها حتى شي مسؤوليه في هذه القضيه ديال كما كتعرفوا لعبت بالتوني اللي هو فيه الخريطه ديال صحراء مغربيه. لعبت بكل البطولات ولعبت به بهذه البطوله ديال الكاس. لعبت به كاع الماتشات. ناضوا الجزائر جاو حتى لدابا عاد قال لك هذاك التوني ما يلعبوش به، ولكن نتوما ما عندكمش الحق الجزائر تدخلوا في هذا التوني، وخصوصا في هذه المباراه. نتوما كان عليكم تلعبوا الكره في التيران وتربحوا بركان، عاد هضروا على التوني. ديروا شي هضروا عليه ما خصوش يكون. نتوما جيتوا ترى هذه المباراه عاد درتوا المناوشات الفريق البركاني. ما عرفتش علاش
اللي كيتدخل في التوني هو الفيفا، هي اللي كتدخل في دوك الشعارات وفي يعني في التوني واش تلعب به المباراه ولا ما تلعبش. نتوما ما عندكم حتى دخل، في هاد التوني ديال بركان. ولكن نتوما بصراحه مسطين جزائريين الصراحه، خصوصا دوك الاعلاميين ودوك الكراغيل هذوك المخازنيه ودوك مسطين مهبولين، ما عندكمش العقل. كديروا شي مناوشات ماشي في محلها، وكديروها في شي وقت اللي كتبغوا العالم يضحك عليكم. ضروري نتوما عزيز عليكم شي واحد يضحك عليكم. كما كتعرفوا هنايا شنو قالوا واضاف سيتم عرض هذه الامر على جهات المختصه، وختم يتعذر الكاف للرعاة والشركات البث التلفزيوني والمشجعين عن الازعاج الذي تسبب في الغاء اللقاء. ما يعني نتوما كنتوش تدخلوا كاع في هاد المناوشات، ولكن نتوما كما قلت لكم راكم شويه مسطين. بصراحه المباراه غادي تحسم الى الفريق البركاني شئتم ام ابيتم. ولكن الصراحه عجبوني البراكنه، فريق قوي، فريق اللي عنده نفس وعنده غيره على البلاد. يعني ما لعبش معاكم الكره لان عرفكم موسخين في عقولكم وراكم موسخين حتى في كل شيء. يعني الجزائريون انا ما كنعممش، كاينين شي ناس الله يعمرها دار، ولكن اكثر دوك الاعلاميين عندكم مسطين، كتدخلوا للتلفزيونات كتبقاو تهضروا وما كتطبقوا حتى شي حاجه. المهم هذه ضربه لكم عاوتاني من دوك الضربات اللي دازوا ديال كاس العالم وديال كاس افريقيا. القجع بقيتو تابع القجع قاعد تقضي في غرادو، نتوما باركين بلا 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 على والو، بقاو تبربلوا تما. هي ترك الكراغيله وسيروا الله يعاونكم. حنا اصلا الصراحه خاصنا نديروا حدود بيننا وبينكم الكره نهائيا، ما نبقاوش نلعبوها معكم. وكما كتعرفوا ها كاس افريقيا جاي، وكنرحبوا بكم وكندخلوكم التيران عندنا وكنوكلوكم ونشربوكم وانتو ديما هانيين ناشطين. حنا ما كنديروش لكم داكشي اللي كديروا نتوما كتقولوا دوله اسلاميه، نتوما دوله اليهوديه ما فيكمش ريحه الاسلام. ولكن تحياتي لكم، وبارطاجيو هذا الفيديو كاع اللي شاف هذا الفيديو بارطاجي وديروا لي جيم لايك. وتحياتي للاخوان، دائما اشرف تي في، والسلام عليكم.